يلا بينا حلقة جديدة مع مجنون الكورة على طول كده. نشوف بقى ايه الصفقات، الحاجات الجميلة بقى اللي جاية بقى علينا بقى. شوف بقى الصفقات بقى اللي الاهلي بقى عمال يفكر فيها، والعروض بقى اللي جاية بقى، واليمين ومش اليمين وبتاع. خلينا كده نبتدي مع مرعي من فاركو. دي الصفقة دي بنسبة كبيرة اوي الاهلي هيجي الاهلي، نسبة كبيرة. ريبيرو مقتنع بيه، وانا شايفه مدافع كويس، كواليتي كويس، بيعرف يطلع بالكرة من تحت، ما بيخافش، جريء. فانا شايفها هتبقى صفقة حلوة قوي من فاركو. وفي الجزار كمان من البنك، شايف برضه هتبقى صفقة كويسة جدا. بدني كويس، التحامات. ف هو كل حاجة حلو يعني، صفقات يعني كلها كلام مفيش فعل لسه، انت فاهم يعني، لسه مفيش بقى فعل. انت فاهم ازاي؟ اللي هو بقى الفعل ان انت فاهم بقى في بقى كام لعيب بقى انت بقى مطلعهم بقى اعاره، اللي هيطلع اعاره واللي طالع بيع نهائي. يعني واحد زي كريستو طالع خلاص، طالع بيع نهائي بنسبة كبيرة. تمام. وعندك رضا سليم كمان. ما عرفتش نستغل ما بنعرفش نستغل احنا المواهب، ما بنعرفش نستغل المواهب. واحد زي كريستو ده، واحد زي رضا سليم، يعني مش عارفين نستغل. او احنا عشان جبنا قدام وبقى ما فيش مكان. بس انت طب انت كده الشحات هيمشي، اتكل على الله. تمام. فانت هتبقى عايز مكان زيزو حد. تمام. طب ما انت رضا سليم كان بيلعب في الحته دي كويس جدا، واحنا كنا جايبينه عشان الحته دي اصلا. يعني احنا ليه بنعمل في نفسنا كده؟ ليه مش عارف. ليه بنوجع قلبنا وبنوجع نفسنا؟ ما بنعرفش نستغل المواهب. كل الفرق، كل حد بيجيب العيال الصغير، بيجيبه عنده، طلعه عارة، بعد كده يرجع تاني يخليه عنده صغير في السن. نستغل المواهب. بتشوف لامين يامال اهو عنده كام سنة وخارب الدنيا. عشان افهمك ان احنا ما عندناش يعني ما فيش كورة اصلا عندنا. يعني احنا مبدئيا احنا ولا بنعرف نجيب لعيبة. الموضوع ده في مصر على فكرة عامة. تمام. ولا بنعرف نجيب لعيبة، واختياراتنا كلها فاشلة. بعيد عن الاهلي احنا يعني الاهلي ممكن مثلا نعمل بتاع 5 صفقات 4 صفقات يطلع منهم واحد بس عدل، واحد بس. تمام. وفي الاخر نيجي نقول ما احنا جبنا لكم صفقات. طب ما احنا عملنا